نتابع الحديث في البيت الذي بعد هذا، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 11: ثم يعني بعد الحديث عن الجوف: لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. هكذا قال إمامنا الجزري. فنرى على اللوحة التي أمامنا السهم الذي يشير إلى الحلق، وهي المنطقة زرقاء اللون. ونرى على اللوحة التي تلي هذه اللوحة أن الحلق في هذه اللوحة الحلق فيه 3 مخارج ل6 أحرف. الحلق وهو المنطقة الزرقاء التي أمامنا فيها 3 مخارج ل6 أحرف. ما هي الحروف ال6؟ هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما سيأتي معنا الآن. ننتقل إلى اللوحة التي تلي هذه اللوحة: أقصى الحلق. أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، وهي أبعد منطقة من الحلق. أبعد منطقة من الحلق اسمها أقصى الحلق، مخرج الهمزة والهاء. نرى على اللوحة التي تلي ذلك هذا الوتران الصوتيان في أقصى الحلق، وهو مخرج الهمزة الساكنة. وبعد ذلك أيضا عندنا مخرج الهمزة المتحركة من نفس المكان. إذا نطقنا همزة ساكنة نقول يأتون مثلا، يأ، فنجد بأن الوترين الصوتيين ينقفلان تماما ولا يبقى مجال لمرور ذرة من الصوت. بينما لو كانت الهمزة متحركة فيبدأ الصوت بوترين منقفلين ثم يبتعدان هكذا، أو، إي، وهكذا يكون مخرج الوترين في الهمزة. بينما الهاء وهي الحرف أيضا من أقصى الحلق تخرج باهتزاز الوترين وعدم انقفالهما، لكن بقربهما من بعضهما جدا. هنا لا بد من تقارب الوترين. أنبه إخواننا وخاصة المبتدئين الذي يأتي أحدهم ليسمع مثلا سورة الفاتحة فيباعد جدا دون أن ينتبه بين الوترين الصوتيين في حلقه، فيقول مثلا اهدنا الصراط، فلما يقول يكون قد باعد الوترين جدا، وهذا يؤدي إلى تدفق كمية كبيرة من الهواء من الداخل إلى الخارج، فتتفرغ الرئة من الهواء ولا يخرج صوت الهاء لأنه ليس ثمة احتكاك. قلنا بأن بعض الحروف احتكاكية كما مر معنا في المنشار مع الخشبة، لما تقول ما الاحتكاك ضعيف جدا. بينما لما نقول فالوتران قريبان من بعضهما والهاء صوتها قوي. اهدنا الصراط، لا ريب فيه، فنجد بأن صوت الهاء واضحا. اللوحة التالية التي نراها على الشاشة تبين لنا المكان الصحيح لمخرج العين، وتبين لنا كيف يكون وضع لسان المزمار في ذلك. نرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. انظروا إلى هذه الصورة المتحركة تبين لنا مخرج العين. انظروا إلى منطقة لسان المزمار وهي منطقة وسط الحلق، كيف أن لسان المزمار يعود إلى الخلف لما ننطق العين. مثلا نقول هكذا رأيتم كيف رجع لسان المزمار؟ فهكذا لما يرجع لسان المزمار يتضيق المخرج فيخرج صوت العين الفصيحة سواء كان ساكنا أو متحركا. اللوحة التي بعدها نرى مخرج حرف الحاء. انظروا إلى حرف الحاء كيف أن لسان المزمار يرجع ولكن قليلا، لا يرجع بالمقدار الذي كان يرجعه عند حرف العين. لذلك نطق الحاء أسهل من نطق العين. لما يقول الواحد منا حا حو حاميم الرحمن الرحيم الحمد لله، فكل هذه الحاءات نطقها هكذا يكون، وهو أسهل من نطق حرف العين الذي قبله.
اللوحة التي تلي فيها الصورتان معا، فيها مخرج العين وفيها مخرج الحاء، لأنه كما قال العلماء وبضدها تتميز الأشياء. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة التي على اليمين وهي مخرج العين، تجدون كيف أن لسان المزمار يرجع أكثر من رجوعه من الصورة التي في يسار اللوحة والتي فيها حرف الحاء. على اليمين انظروا هكذا يتضيق الصورة التي على اليمين بينما الصورة التي على اليسار هكذا نجد بأن هذين الحرفين يخرجان من وسط اللسان من منطقة لسان المزمار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهي التي تمثل منطقة أدنى الحلق، وهي ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أرأيتم المنطقة حمراء اللون التي في القسم الأعلى؟ هذه اسمها الحنك اللحمي، وكانت قد مرت معنا لما تكلمنا على أجزاء أعضاء النطق. والمنطقة التي في مؤخرة اللسان هذه مر معنا أن اسمها جذر اللسان. فبين جذر اللسان والحنك اللحمي في هذا المكان الذي ترونه يخرج حرف الغين. ولاحظوا بأن المخرج لا ينقفل، لاحظوا بأن المخرج مفتوح. جربوا هكذا. غير المغضوب. هذه منطقة الغين وهي من أدنى الحلق. الصورة واللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الخاء. انظروا الخاء كما نرى أعلى بقليل من الغين، الخاء أعلى بقليل من الغين، وهي أيضا من أدنى الحلق، يعني من منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. لاحظوا بأن المخرج مفتوح بارك الله فيكم. لاحظوا منطقة الخاء ليس فيها انقفال. خالدين. يخرج. نعم، هذه منطقة الخاء. الضغط الزائد على هذه المنطقة يولد صوتا فيه يعني أشبه بالشخير، يعني لما يقول مثلا واحد من شدة ما يضغط يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مثلا فهذا ماذا يفعل؟ يبالغ في الضغط على هذه المنطقة بحيث يكاد يقفلها، ويؤدي هذا إلى تردد الصوت في هذا المكان أشبه ما يكون بصوت الشخير. ليس في الأمر، ليس في نطق الحرف الخاء العربية هذا الضغط الزائد ولا داعي إليه. خو خي خلال خاء. هكذا مخرج الخاء باللطف وليس فيه ضغط زائد. إذن قال إمامنا الجزري كما نرى في البيت في أعلى اللوحة: أدناه يعني أدنى الحلق غين خاؤها.